انا يمكن مش متخصص، لكن انا بشوف اميز كتير قوي الفكر السابق كل الناس الموجوده انه دايما بتعملي فكره بس بتعملي حاجه فيها ابداع، فيها تميز غير طبيعي او تميز ايه بالظبط. عامل زي مثلا ايه، زي ما نقول ميسي بيلعب وجنبه بيلعبوا الجماعه بتوع مثلا ايه انبيا ومش عارف ما شاء الله. الناس كده بتوع الكوره هيزعلوا مننا. مالناش دعوه يعني انا داخل بتفرج على كل مره واحده استوقفتني لان يعني اللي هو في حدود اللي احنا عارفينه عن التشكيلين ممكن بيقدموا، لكن من لوحه الاسد المره اللي فاتت انا حسيت ان انت يعني بابا المجال، اسد المجال، عامله حاجه يعني انت انا رايي يعني انت المفروض يكون ظهورك في معارض اقوى بكتير قوي من اللي احنا بنتقابل فيه. اتمنى ان شاء ليه؟ الله. لان برضه انا ما بفهمش الغروب، لكن انا شايف حاجه يعني والله انا عارف افسرها يعني انا الوش بالعضلات بنظرتها مش عارف باستخدامك دايما للالوان للتعبير لرؤيتك للمساتك خطوطك نفسها بتقول ان انت حد يعني المفروض يخش في سكه اعلى بكتير قوي. والله انا بسعى للفرصه بقالي كتير بسعى لها وان شاء الله انا عارفه ان لكل مجتهد نصيب والصابرين خير. بصي هقول لك حاجه، هو مهما سعيتي كداليا شغلك بيسبق بيجري قوي، ومهما اتاخرت وكل ده نجاحات محسوبه لك. صح، انا بقول لها كده دايما يا دكتور. توصلي بالسلامه لبر الامان اللي تستاهليه، لما هيتعرض ده هيقول لك انت كنت فين. ايوه صح. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت ايه يعني اعملي انتاج على قد ما تقدري. صح، كل ما فكره تجيلك اقعدي ما تقوليش انا الحلم او الفرصه اللي مستنيها مش هقول لا 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 مش ساكته. احنا بصي هقول لك حاجه، في نوعين من الرزق. في رزق ممكن من اول لوحه تنزلي ربنا يرزقك بيه وبيبقى ايه نجاح فرقعه وبعد كده شكرا بيتنا ما تتلفى. وفي نوع من انواع الايه الرزق اللي هو بتاع الصابرين، اللي هو انا بعمل شغل كتير قوي فجاه ربنا سبحانه وتعالى بيديني يقول له خلي عندك بقى يعني شوفي تقدري تستحملي الفرحه دي. حضرتك فاكر لقائنا سجل في الاوبرا؟ طبعا. كانت اللوحه كانت الاسد اللي هو كانت كلها في السكينه. ايوه. كنت ساعتها قلت لك انا شغلي مختلف نهائي عن شغل البيكتشر كتير قوي السكينه دي. ده بقى انت كده شفت شغلي. لا وعلى فكره برضه هرجع اقول حتى لما انت تحولت من شغلك لشغل السكينه ده كنت عامله حاجه جميله يعني من الحاجات اللي لفتت نظري وبناء عليه سجلت معاك حلقه. لان عايزين نقول ايه، في حاجه بتحصل حاليا ان احنا بنسلط الضوء على كل الناس ما ينفعش، لازم نسلط الضوء على المبدع عشان يوصل. يا ريت. لكن احنا بنسوي كله ببعضه ده صعب قوي. يعني احنا نخش للاسف فيسبوك تلاقي مثلا حضرتك عامله حاجه زي دي منزلها جايبه لك 20 لايك، وحد عامل حاجه مشخص كده تلاقي جايبه 150 مليون 150. مش مقياس والله يا دكتور، مش مقياس. بقت المقاييس كل ما هو هادف الناس كلها ما بتديلوش حق، كل ما هو تافه تلاقيه كده واخد سكه. انا اللي هرجع اقول تاني لا يصح الا صحيح. والجمال اللي انت بتقدميه ده هيجي في يوم وهيعبر عن نفسه جدا 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 جدا، وهياخد من ايدك كده يقول لك تعالي انت تعبتي وتحياتي وابدعتي وصممتي وصبرتي، فده مكانك وسط العمالقه ان شاء الله. وان شاء الله قريب برضه قريب هشوفك تاني برضه ان شاء الله في الابداع اعلى واعلى. ربنا يوفقك وشرفت بيكي، شرفت الباشمهندس احمد. الله يخليك يا رب. ان هي داعم هي الله يبارك لك يا رب. طبعا انه يفرح بيكي ويفرح عشان الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. يا رب كده دايما داليا نشوفها ان شاء الله كده. ميرسي جدا على الكلام الحلو ده. الله يخليك يا رب، وحضرتك تحقق كل اللي بتتمناه. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور.